طفلك عنده تأخر في الكلام ومشكلة في التواصل البصري. طفلك مش بيستخدم تعبيرات وجهه في الزعل أو الفرح. طفلك مش اجتماعي ومش بيحب اللعب مع الأطفال. حاسس إن طفلك عنده توحد ومش عارف تتأكد. طفلك عنده سمات توحد ومش عارف تتعامل معاه إزاي. تابع معنا الفيديو ده وانت هتعرف كل حاجة عن أسباب التوحد وطريقة التعامل معاه. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قناة هيوكا. معكم باسم، والنهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص أطفالنا وهو موضوع التوحد. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان الكل يستفيد، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أول حاجة هنتكلم عنها هي معنى التوحد. التوحد هو اضطراب عصبي بيأثر على التطور الاجتماعي للطفل وعلى التواصل بينه وبين الناس، وكمان بيأثر على سلوكه وتصرفاته. وأول سؤال بيجي في دماغنا هي إيه أسباب التوحد؟ التوحد عادة مش بيكون له سبب محدد، لكنه هو ناتج عن تفاعل عوامل وراثية وعوامل بيئية. عوامل الوراثية زي الجينات اللي بتزيد من احتمالية الإصابة بالتوحد. في كمان مشكلات أثناء الحمل أو الولادة زي نقص الأكسجين أثناء الولادة أو التعرض لمواد سامة. كمان من ضمن الأسباب هو الاختلافات العصبية، اختلافات في بنية الدماغ أو طريقة عمل الدماغ نفسها، ودي بتأثر على الطفل وبتخلي عنده توحد. كمان في عوامل البيئية وهي التعرض لبعض الفيروسات أو السموم البيئية أثناء الحمل. طيب إزاي أعرف إن طفلي ده عنده توحد؟ عادة أعراض التوحد بتختلف من شخص للتاني، والتشخيص الدقيق للتوحد بيحتاج لدكتور مختص. لكن في شوية علامات ممكن تظهر على الطفل تخليك تشك إن عنده سمات توحد. والمقصود بالسمات هنا هي أن الطفل يكون عنده بعض الصفات اللي بتشبه أعراض التوحد حتى لو هو مش مصاب بتوحد كامل. وهنحاول نعمل حلقة كاملة عن سمات التوحد وأنواعها والفرق بينها وبين التوحد. ودلوقتي تعالوا نشوف مع بعض علامات التوحد. أول حاجة، الطفل مش بيبص في عينك لما تكلمه أو حتى بتنادي عليه، يعني عنده مشكلة في التواصل البصري. تاني علامة، هو مش بيستجيب لاسمه حتى لو سمع اسمه كذا مرة. وهنا لازم نفرق بين الطفل اللي مش سامعك علشان هو بعيد عنك أو علشان صوتك مش عالي، وبين الطفل اللي سامع ومش بيرد. تالت علامة هي أنه مش بيتفاعل مع الناس زي الأطفال اللي في سنه، أو مش بيحب اللعب الجماعي. العلامة الرابعة هو أنه مش بيستخدم تعبيرات وجهه زي الابتسامة أو الزعل لما بيكون في موقف معين. كمان من ضمن العلامات هو أنه بيعمل حركات متكررة زي أنه بيتأرجح أو بيرفرف بإيديه أو حتى الدوران حوالين نفسه. كمان بيكون عنده تأخر في الكلام أو مش بيستخدم الإشارات زي التلويح بإيده لما بيقول باي باي، ودي إشارة قوية ومهمة. كمان من ضمن الإشارات بيتمسك بروتين معين جدا وبيتضايق لو حصل أي تغيير في الروتين بتاعه. كمان من العلامات الواضحة هو إن عنده حساسية مفرطة للضوء وللمسات أو العكس، بيكون مش بيحس بالألم زي باقي الأطفال. والعلامة الأخيرة بنلاقيه بيركز في حاجات معينة بشكل مبالغ فيه، زي مثلا لفة العجلة بتاعة العربية أو ترتيب الألعاب بتاعته بطريقة معينة. لو لاحظت أكتر من علامة من العلامات اللي قلناها دي، يفضل إن أنت تروح لدكتور مختص في سلوك الأطفال أو طبيب مختص في النمو والتطوير عشان يقدر يقيم الحالة بتاعته ويشوف هل الطفل ده عنده توحد فعلا ولا دي مجرد تأخر في بعض المهارات عنده. طيب إمتى بيظهر التوحد على الطفل؟ عادة بتظهر أعراض التوحد قبل سن 3 سنوات. أحيانا بيلاحظ الأهل علامات مبكرة في السنة الأولى من عمر الطفل، زي مثلا عدم استجابته لما بتناديله باسمه، ودي المفروض علامة تلاحظها بعد مرور 12 شهر من ولادته. كمان عدم إصدار أصوات أو أي كلمات بعد مرور 16 شهر، يعني تقريبا قرب السنة ونص بتلاقيه مش بيصدر أي كلمة أو أي صوت. كمان في علامة مهمة وهو فقدان المهارات اللي كان اكتسبها قبل كده، تلاقي الحاجات اللي كان بيعرف يعملها مش عارف يعملها تاني بعد ما كبر شوية. طيب لو الشخص ده عنده بعض الصفات من اللي احنا قلناهم لكنه عنده قدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي بشكل مقبول، فهو غالبا بيعاني من سمات التوحد اللي قلنا عليها لكن ما عندوش التوحد نفسه. أما إذا كانت الأعراض قوية وبتأثر على حياته اليومية، فهنا ممكن يكون عنده اضطراب طيف التوحد، وعلشان نتأكد هنحتاج لتشخيص من متخصص. وهنا بنوصل لسؤال مهم وهو هل التوحد ليه علاج؟ مفيش علاج نهائي ومحدد للتوحد، لكن التدخل المبكر بيساعد جدا في تحسين المهارات. العلاجات هنا بتشمل علاج سلوكي وتأهيلي
وعلاج دوائي ودعم أسري. هناخدهم بالترتيب واحدة واحدة، بس يا ريت نركز لأن دي أهم نقطة في الموضوع. أولا العلاج السلوكي والتأهيلي. في نوع من أنواع العلاجات السلوكية وهو تحليل السلوك التطبيقي أو ال ABA، وعن طريق العلاج ده احنا بنطور مهارات التواصل عند الطفل والسلوكيات الإيجابية بتاعته. كمان في علاج النطق اللي بيه بنحسن القدرة على الكلام والتواصل، بالإضافة للعلاج الوظيفي اللي بيساعد على تطوير المهارات الحركية والمهارات الحياتية للطفل. أما الشق الثاني للعلاج الدوائي فلازم نعرف إن مفيش دواء محدد لعلاج التوحد، لكن في بعض الأدوية تستخدم للتحكم في الأعراض زي القلق أو فرط النشاط. ثالث شق هو الدعم الأسري والتعليم الخاص، تدريب الأهل على طريقة التعامل مع الطفل، وكمان إن يتحط للطفل برامج تعليمية مناسبة لاحتياجاته. وهنا نوصل لسؤال مهم جدا، وهو هل ممكن لطفل التوحد إنه يتحسن؟ الإجابة طبعا نعم. مع التدخل المبكر والدعم المناسب ممكن الأطفال المصابين بالتوحد أنهم يطوروا من مهاراتهم بشكل كبير جدا. ده كمان في بعض الأطفال تقدر تندمج في المجتمع وبتشتغل بشكل طبيعي. ولازم نفهم أن طريقة التعامل مع طفل التوحد محتاج صبر وحب وفهم لطبيعة الحالة. أهم حاجة أنك تعرف أن كل طفل توحد مختلف عن التاني، لكن في شوية مبادئ أساسية هتساعدك لو مشيت عليها. أولا الفهم والتقبل. اعرف أكتر عن التوحد علشان تفهم احتياجات طفلك وسلوكه. كمان لازم تفهم اختلافه وما تضغطش عليه انه يكون زي باقي الأطفال. والنقطة المهمة جدا هو ان انت لازم تتقبل ان طفلك مختلف. تاني نصيحة هي التواصل بطريقة مناسبة، زي استخدام كلمات بسيطة أو جمل قصيرة. لو عنده صعوبة في الكلام جرب معاه الصور، الإشارات والتطبيقات اللي بتساعد في التواصل. حافظ على التواصل البصري بينك وبينه وما تجبرهوش عليه لو هو مش مرتاح في كده. تالت حاجة الروتين مهم جدا. الأطفال المصابين بالتوحد بيتأثروا بأي تغيير، فحاول تحافظ على روتين ثابت يوميا، ولو في تغيير لازم يحصل حضر له بشكل مسبق وبشكل تدريجي. رابع حاجة هي التعامل مع نوبات الغضب. لاحظ ايه اللي بيحصل قبل نوبة الغضب علشان تقدر تعرف السبب وتتجنبه بعد كده. كمان في وقت الغضب حافظ على هدوءك، ما تزعقش، خليه هو في مكان آمن لحد ما يهدى. استخدم طرق تهدي طفلك زي الحضن أو الضغط الخفيف لو هو بيقبل اللمسات والضغط. خامس حاجة تنمية المهارات الاجتماعية. العب معاه ألعاب تناسبه وتساعده إن هو يتفاعل مع غيره. علمه خطوة بخطوة ازاي يتواصل حتى لو عن طريق تمثيل مواقف. كمان شجع أي محاولات للتواصل الاجتماعي حتى لو كانت بسيطة. سادس حاجة شجعه على الاستقلالية. دربه على الحاجات اليومية زي اللبس، الأكل، والموضوع ده لازم يجي بالتدريج وبالصبر. كافئه لما يعمل حاجة صح، بس خلي المكافآت بسيطة وواضحة. سابع حاجة لازم تستشير متخصصين زي دكتور متخصص أو أخصائي تخاطب، ممكن يساعد في تحسين التواصل. كمان العلاج السلوكي فعال جدا في تحسين المهارات الاجتماعية بتاعة الطفل، وكمان يقدر يساعدك تقلل السلوكيات الصعبة بتاعته. تامن حاجة ودي مهمة جدا هي إنك تدعم نفسك كولي أمر مسؤول عن الطفل. ما تنساش إن أنت محتاج راحة ودعم نفسي. انضم لمجموعات دعم علشان تستفيد من تجارب أهالي تانيين، كمان علشان تتشجع. والتعامل مع طفل التوحد مش سهل أبدا، لكنه ممكن يكون ممتع ومليان لحظات حلوة لما تفهم احتياجاته وتساعده بطريقة معينة. التوحد مش معناه إن هو في مشكلة في عقله نهائي. التوحد معناه إن هو عنده مشكلة في التعامل الاجتماعي والسلوكي. في شخصيات مشهورة كتير جدا وناجحة عندها توحد. من أشهر الناس اللي بيقال إن عندهم توحد أو سمات توحد إيلون ماسك، رائد الأعمال المعروف ومؤسس تسلا. كان قبل كده أعلن بنفسه في برنامج من البرامج سنة 2021 إن هو مصاب بمتلازمة سبيرجر، ودي إحدى أشكال اضطراب طيف التوحد. كمان في عندنا ألبرت أينشتاين. في بعض الدراسات بتشير إن أينشتاين كان عنده سمات من طيف التوحد لأنه كان بيواجه صعوبة في التواصل الاجتماعي وهو صغير. كمان كان عنده تفكير عميق وتركيز استثنائي في الرياضيات والفيزياء. كمان في بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، في بعض الباحثين والمتابعين لسلوكه بيعتقدوا أنه عنده بعض سمات التوحد، وده لسبب تركيزه الشديد على التفاصيل وتكرار بعض الحركات أثناء الكلام. كل الشخصيات دي حققت نجاح عالمي رغم التحديات، وده بيثبت أن التوحد عمره ما كان عائق للنجاح، بالعكس ممكن يكون مصدر قوة وتميز. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكل اللي وصل لهنا أحب أقولك أنت صديق القناة. اثبت وجودك بتعليق. أشوفكم في فيديو جديد. سلام.